السينما المصرية وعلى مدار تاريخها أوقات كتير قوي بتنتج أفلام دون المستوى شوية. أوقات الأفلام دي بتكون فعلا وحشة، وأوقات تانية بتكون أفلام كويسة ولكنها محتاجة شوية اهتمام بشوية عناصر كتير شوية عشان تكون أحسن. لكن ده ما يمنعش برضه إن كل واحد فينا عنده قايمة كده بشوية أفلام هي مش حلوة، وأنا وإنت عارفين إن هي مش حلوة، هي مش أحسن أفلام في الوجود يعني، ولكن ده ما يمنعش برضو إن أنت تحب تفتحها تتفرج عليها من وقت للتاني. في نوعية من الأفلام دي اللي لو بتقلب في التلفزيون ولقيتها شغالة هتسيبها مش هتقلبها، ولكن في أفلام تانية أنا شخصيا ممكن أدخل مخصوص علشان أتفرج عليها رغم اعترافي بإن هي أفلام مش حلوة. والنهاردة احنا هنتكلم عن 5 أفلام أنا عارف إن هي مش أفلام حلوة، ولكن أنا بحب أخش أتفرج عليها وقت ما أكون زهقان. نبدأ مع فيلم القرد بيتكلم. فيلم القرد بيتكلم نزل سنة 2017، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وعمرو واكد وريهام حجاج وسيد رجب. الفيلم بيحكي عن أخين سحرة في سيرك بيعملوا ألعاب سحر وألعاب خفة يد، بيتجمعوا علشان يحضروا على حد تعبيرهم مصيبة. الفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمي، ومعروف عن بيتر ميمي كمخرج إن هو بيقتبس كتير من الأفلام الأجنبية، يعني لحد دلوقتي تقريبا أعماله كلها فيها اقتباس من أفلام أجنبية. ولكن أنا عايز أعمل حلقة مخصوص عن بيتر ميمي وعن فلسفته وعن طريقة إخراجه، خلونا نتكلم في الموضوع ده بعدين. لكن الفيلم ده من بداية الإعلان عنه الماركتينج كامبين بتاعته كلها كانت بتدور حوالين إن هو تقريبا كده ملمس على ناو يو سي مي. خليني أقول إن هو في بعض من أوجه التشابه ولكنها مش كتير للدرجة دي، يعني ما أقدرش أقول إن الفيلم مسروق من ناو يو سي مي. الفيلم فيه بعض التريكات وبعض الحركات اللي مأخوذة من ناو يو سي مي ويمكن ذا برستيج كمان، ولكن القصة كانت خاصة بفيلم القرد بيتكلم، ويعني أنا ما أقدرش أقول إن دي كانت أحسن حاجة في الدنيا، يعني القصة ما كانتش قوية أوي. ولكن ورغم كل ده أنا بحب فيلم القرد بيتكلم، وفي بعض الأحيان فعلا بفتح الفيلم مخصوص علشان أتفرج عليه. الفيلم تقييمه على السينما.com 5.8، وده تقييم متوسط إلى حد كبير. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم بني آدم، من بطولة يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي الله يرحمه. الفيلم بيحكي عن آدم، يعني الفيلم اسمه بني آدم بيحكي عن آدم. شوف اللعب في الحاجات. آدم المفروض إن هو رجل عصابات متمرس وماهر ومحترف، ولكنه في نفس الوقت متخفي في زي رجل أعمال ناجح. مراته وابنه طبعا ما يعرفوش أي حاجة عن طبيعة عمله، ولكن كل ده سرعان ما بينقلب. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف عمرو سمير عاطف، والفيلم كان يعتبر عودة ليوسف الشريف بعد غياب عن السينما لمدة سنين طويلة جدا من بعد فيلم العالمي، واللي هو فيلم حلو قوي بالمناسبة، أنا بحبه جدا يعني. بس العالمي بالنسبة لي الفيلم اللي لو لقيته في التلفزيون هسيبه، مش أخش أتفرج عليه مخصوص، وما تسألنيش ليه يعني، معرفش، هو ليه متعة خاصة كده وهو على التلفزيون. فيلم بني آدم حقيقي كان ممكن يكون فيلم أحسن كتير لولا غياب بعض العوامل، أهمها هو زمن الفيلم على الشاشة، لأن زمن الفيلم على الشاشة ما كانش كافي، كان ممكن يكون أطول شوية، وفي نفس الوقت بيشرح شوية بعض التفاصيل أكتر علشان يكون مفهوم أكتر. ودي يمكن المشكلة اللي قابلت أغلب الناس أثناء مشاهدتها للفيلم ده، إن هي طلعت من الفيلم مش فاهمة الفيلم أصلا بيحكي عن إيه. ولكن أنا لازم أعترف إن أنا بعد مشاهدة الفيلم ده 4-5 مرات يعني بدأت شوية أفهم الفيلم عايز يقول إيه، وهنا بدأت أستمتع بيه أكتر. الفيلم كان فيه أداءات تمثيلية كارثية بالنسبة لي على وجه الخصوص من محمود الجندي ومن دينا الشربيني. يوسف الشريف كان مقبول بيلعب في المكان الآمن بتاعه، أحمد رزق كان كويس جدا، وأداء بالنسبة لي استثنائي من بيومي فؤاد. طبعا هو كان دور شرفي يعني، ولكن أنا أعجبت بيه جدا. والفيلم صدر عام 2018. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم الهرم الرابع اللي صدر عام 2016. فيلم الهرم الرابع من بطولة أحمد حاتم ومريهان حسين وطارق عماد ومجموعة متنوعة من ضيوف الشرف.
الفيلم تقييمه على السينما دوت كوم 7.1، وبتدور أحداثه حوالين هاكر، ولكن طبعا هاكر في الظل بتحصل له مشكلة كبيرة جدا في حياته بتقلبها له وبتخليه يتجه لأن هو يعمل أعمال غير مشروعة عن طريق الاختراق. الفيلم مثير جدا للاهتمام، وطبعا هو بداية عالم المستضعفين للمخرج بيتر ميمي، اللي هو مخرج ومؤلف الفيلم ده، واللي برضه فيه مشاهد مقتبسة من مستر روبوت بالنص يا جماعة. الفيلم كان فيه مشاكل كتير وكان ممكن يكون أحسن كتير، ولكن ده بالنسبة لي ما ينفيش إنه فيلم ممتع وإن أنا ممكن من وقت للتاني أفتحه علشان أتفرج عليه. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم أنا بضيع يا وديع. أنا عارف إن ممكن ناس كتير جدا تستغرب من الموضوع ده، ولكن أنا بالنسبة لي الفيلم ده ممتع جدا وبحب جدا إن أنا أخش أتفرج عليه. الفيلم من بطولة أيمن أنديل في دور تهامي باشا المعروف بيه، وأمجد عابد في دور وديع برضه المعروف بيه. الفيلم بيحكي عن شخصيتين ميلودي المشهورين جدا، تهامي حسان ووديع. تهامي هو منتج سينمائي ولكن بينتج أفلام هابطة وأفلام مش كويسة ولا ترتقي لأي ذوق، ووديع بيشتغل معاه لحد ما بتحصل مشكلة مع الضرايب وبيحاولوا يلاقوا فكرة علشان يخرجوا من أزمة الضرايب اللي هم فيها. الفيلم صدر عام 2011 وتقييمه على سينما دوت كوم هو 7/10. الفيلم من إخراج شريف عابدين ومن تأليف محمد فضل. أنا الحقيقة بشوف الفيلم ده ممتع جدا رغم يعني كمية الحاجات اللي فيه اللي ممكن تخلي أي بني آدم يتقفل منه، ولكن أنا فعلا بستمتع بالفيلم ده جدا. قصته ممتعة جدا بالنسبة لي، هو واحد من أفضل محاولات توظيف الشخصيات اللي معروفة في فيلم. يعني بتحصل كتير إن ممكن شخصية تتشهر فنقرر إن إحنا نعمل لها فيلم، وحصلت قبل كده مع شخصيات كتير، ولكن أنا بالنسبة لي وديع وتهامي في أنا بضيع يا وديع هما الأنجح على الإطلاق. الفيلم بيضحكني بستمتع بيه جدا، ولكن طبعا وجب التنويه إن هو لمن هم فوق 18 سنة. والفيلم الأخير معانا في قائمة النهاردة هو فيلم أشتاتا أشتوت. برضو عارف إن ممكن ناس كتير جدا تستغرب من حاجة زي كده، ولكن يا جماعة أشتاتا أشتوت فيلم للأسف ممتع. الفيلم من بطولة مدحت صالح ودنيا عبد العزيز وعلا غانم وأحمد هارون، وصدر عام 2004 وتقييمه على السينما دوت كوم يا جماعة 2.4/10. الفيلم طبعا بكل تأكيد طبعا فيلم وحش، وفيلم يعتبر هابط جدا، ويعني يفتقر لأغلب مقومات أي فيلم كويس في الدنيا، وما نقدرش إن احنا بأي شكل من الأشكال نقول عليه فيلم كويس، ولكن أنا للأسف بستمتع بيه وممكن فعلا أشغله مخصوص علشان أتفرج عليه فقط لا غير. الفيلم بيدور حوالين شلتوت وصديقه الشابين اللي بيعملوا في فندق في شرم الشيخ، واللي الحظ بايظ معاهم ومخبط معاهم جدا، ولكن شلتوت بيحب بنت صاحب الفندق اللي طبعا بيرفضه بسبب مستواه المادي. وهنا بيلجأ شلتوت لأن هو يرجع لكتب سحر قديمة كان وارثها عن أبوه، في محاولة منه إنه يحضر حاجة أو يعمل عمل يخلي أبو البنت اللي هو بيحبها يرضى بيه، مش أكتر من كده. ولكن محاولته دي بتقوده لأن هو يعمل مصيبة. الفيلم من إخراج عمر عبد العزيز ومن تأليف محسن الجلاد. أنا كده قلت لكم على أفلام كتير، أنا عارف إن هي مش أفلام حلوة ولكنها أفلام أنا بستمتع بيها بشكل أو بآخر، وعايزكم تقولوا لي في الكومنتات ده بيحصل لكم مع أفلام إيه؟ إيه الفيلم اللي أنتوا عارفين إن هو فيلم وحش جدا ولكن رغم كده بتحبوا تتفرجوا عليه وممكن فعلا تفتحوه مخصوص علشان تشوفوه؟ سيبولي آرائكم في الكومنتس. مع السلامة.